السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة وصفة وترك. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض المسقعة بطريقة بسيطة جدا، وهنعملها بس بنص كوباية زيت من أول ما نقلي البتنجان لغاية الطشة. لو أول مرة تشوفي قناتي نوريني بالاشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. يلا بينا نسمي الله ونبتدي على طول. بسم الله، توكلنا على الله. معايا كيلو وربع من البتنجان. انا بنقي البتنجان زي ما انت شايفاه كده، بنقيه حجم متوسط ومطاول، مش بنقيه اللي هو المدور. البتنجانية الصغيرة دي كانت كمالة وزن، لكن انا في الطبيعي بنقيه نفس الحجم اللي انت شايفاه. دايما البتنجانة المطاولة دي بتبقى احلى بكتير من البتنجانة المدورة. هنبدأ ناخد البتنجان، وزي ما انت شايفاه انا بقطع، بسيب فيه جزء اسمر، براحتك عايزة تشيليه كله، دي حاجة ترجعلك انتي. أما بالنسبة لتقطيع البتنجان زي ما هتشوفي معايا دلوقتي، أنا عايزة السمك بتاع التقطيع يكون سمكه كبير. هو مش كبير قوي، بس يكون البتنجانية نفسها السمك بتاعها مليان، ما تبقاش رفيعة، عشان لو بقت رفيعة هتنحرق معانا. تقريبا هو ده ان شاء الله السمك اللي هبقى محتاجاه. هنقطع الكمية كلها معانا زي ما انت شايفة بنفس السمك كده، وبعد كده هنبدأ نحط عليها معايا معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة من الكمون مليانة، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الكزبرة. هبدأ أرشهم عليهم، وبعدين هنبدأ نجيب معانا نص كوباية زيت. ده المقدار اللي احنا هنعمل بيه المسقعة من أول دلوقتي لغاية لما نخلصها. هناخد من أول نص كوباية، هناخد معانا معلقتين أو 3 معالق من الزيت، على حسب ما انتي شايفة البتنجان معاكي محتاج قد ايه. انا هنا هحط معايا تقريبا معلقتين ونص او 3 معالق من الزيت. فايدة الزيت هنا ان انا هبدأ اشرب بيه البتنجان، وفي نفس الوقت علشان يخلي معايا الملح والكمون والكزبرة يمسكوا معايا في البتنجان من بره، ما يقعوش عليه لما اجي اقليه. وهبدأ ادعك البتنجان كله واغلفه بالتوابل اللي احنا حطيناها. زي ما انت شايفة معايا البتنجان اهوت، الزيت خلى الكمون والكزبرة والملح يثبتوا معايا على البتنجان. وهنسيب بقى البتنجان على جنب لغاية لما نحضر الطشة. هنبدأ بقى نحضر الطشة على ما نسيبهم يتنقعوا مع بعض شوية. انا جايبة حلة وحاطة فيها 4 أو 5 فصوص من التوم. بس انا التوم عندي بيكون متفرز، انتي لو فريش هتحطي توم فريش 4 أو 5 فصوص. وهحط تقريبا معلقتين ونص من الزيت، وهنبدأ بقى نقلب فيهم لغاية لما يدوني اللون الأصفر الفاتح. ما تغمقيش التوم قوي وانتي بتحمريه، لأنه كل ما بيغمق معاكي بيدي نسبة مرارة في الصلصة. هنبدأ بقى نقلبه لغاية لما نوصل بإذن الله للون اللي احنا محتاجينه. لو وصلتي معايا لغاية هنا ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وشير علشان الكل يستفيد. وهنا برضو هنفضل مع بعض نقلب كده في التوم لغاية لما نوصل للون الأصفر الفاتح. كده خلاص احنا وصلنا للدرجة اللي احنا محتاجينها. هكون مجهزة معايا في الخلاط نص كيلو من الطماطم تكون حمرا. انا الطماطم بتاعة المسقعة مش بحب اصفيها، بحب اسيبها زي ما هي كده عشان تبقى تقيلة. وتديني طبقة من الصلصة حلوة على وش المسقعة، فانا ما صفيتهاش، انا يا دوبك ضربتها في الخلاط ونزلتها على طول على الطشة. هنا بقى هنقفل عليها وهنسيبها لغاية لما تتسبك ونرجع لها تاني مع بعض. هنجيب بقى معانا صينية من الألومنيوم، ونبدأ نحط فيها تقريبا معلقتين من الزيت، معلقتين مليانين، علشان أنا عايزة تكون كمية الزيت اللي في أرضية الصينية كمية كويسة. ونبدأ ندهنها كويس بالفرشة. أهم حاجة الكمية دي تكون كمية كويسة معاكي، يعني متكونش خفيفة جدا، لأن دي الكمية اللي هيبدأ يتحط عليها البتنجان ويبدأ يتحمر بيها. وبعدين نبدأ نرص البتنجان في الصينية، وبالفرشة بقى مش هندهن وش البتنجان، احنا هنمسك بس كده حبة زيت زي ما انتي هتشوفي معايا، بس انا هاخد من المقدار بتاع نص الكوباية في طبق لوحده، علشان لو اتبقى معايا زيت في الاخر ما يبقاش اتبهدل من وش البتنجان، من مطرح التوابل اللي احنا هنبقى حاطينها. فانا بالفرشة هبدأ احط كده من الزيت، وابدأ بالفرشة زي ما هتشوفوا معايا كده، مش همشي بالفرشة عشان ما اشيلش التوابل اللي على الوش، انا على خفيف خالص كده
ببدأ أحرك الفرشة فوق وش البتنجان بحيث إن أنا أشربه كمية من الزيت. في الوقت دوت أنا بكون مشغلة الشواية بتاعة الفرن وقافلة الفرن كويس علشان أسيب الفرن يسخن معايا، عشان أنا عايزة أدخل الصينية والفرن دافي معايا. أنا هشوي البتنجان تحت الشواية، مش هشغل نار الفرن من تحت، أنا شغلي كله تحت الشواية. كده خلاص أنا خلصت وش الصينية كلها. هاخد بقى معايا الصينية وهدخلها على طول تحت الشواية مباشرة وعلى أعلى حاجة، الشواية شغالة معاكي على أعلى حاجة وهتدخلي الصينية تحتيها على طول. تقريبا هي ما بتدخلش في الفرن أكتر من 7 دقايق 8 دقايق. هتطلعيها زي ما انت شايفة كده، هتلاقي الوش اتحمر معاكي. لو تاخدي بالك بالماسك وانا بقلب البتنجان هتلاقي البتنجان طري، الماسك بيضغطه وانا بقلبه. هقلب الكمية كلها معايا زي ما انتوا شايفين، وبرضو زي ما قلتلكوا بالفرشة بس كده بمشي بنقط خفيفة على وش البتنجان، مش بشيل التوابل من على الوش وانا بدهن بالفرشة. هخلص برضو الكمية كلها وارجع ادخلها الفرن. هنا ما شاء الله الكمية خلصت معايا من الناحيتين، زي ما انتوا شايفين تقريبا ما كملتش 12 13 دقيقة للوجهين الاتنين مع بعض. هوريكوا هي طلعت مستوية ازاي، هي مش واخدة لون بس، هي الحمد لله طالعة كمان مستوية اهو زي ما انتي شايفة معايا. البتنجان ما شاء الله مستوي خالص من جوه وطري خالص. وبصي سمكه بعد ما استوى قل ازاي، عشان كده انا قلتلك في الاول خالص هنخلي السمك بتاعه تخين، عشان انا لو رفعته كان هيدخل معايا الفرن ينشف. هنا كنت خلصت نص الكمية وبدأت اعمل طبقات من جوه من الفلفل. لو انتي عايزة تحطي فلفل الوان مع الفلفل الاخضر، عايزة تحطي شطة، عايزة تحطي طماطم، كل دي حاجة ترجعلك، احنا بنحبها بالفلفل الاخضر بس. هنا بقى التسبيكة أنا مش عايزاها تنشف، أنا عايزة التسبيكة يكون معايا فيها صوص علشان البتنجان يشرب معايا من طعم الصلصة. برضو حطيت لها معلقة صغيرة ملح وحطيت لها كمون وحطيت لها كزبرة، نفس التوابل اللي رشيناها على البتنجان، وحطيت لها كمان نص معلقة سكر، بس للأسف هي ما اتصورتش معايا عشان تعادل الحموضة بتاعة الصلصة. هنا أنا كنت خلصت كل الكمية وبقيت الفلفل الأخضر برضو حطيته على وش البتنجان. الصلصة بقى لسه فيها الصوص بتاعها، أنا أخدتها على طول وقمت حطاها فوق وش البتنجان في الصينية، وهبدأ أوزعها بحيث إن الصلصة تبدأ تنزل لغاية آخر الصينية من تحت. وهكون بقى دلوقتي مشغلة الفرن نفسه مش الشواية بتاعة الفرن، أنا كده هشغل الفرن، وطبعا هو الفرن سخن مطرح ما كنت بشوي البتنجان. فمجرد بس ما ارص الصينية هدخل الصينية على طول على رف أوسط على 180 درجة ربع ساعة بالظبط. أنا مش عايزة أكتر من ربع ساعة، أنا عايزة بس البتنجان يشرب من طعم الصلصة اللي أنا بحطها دي، لكن هو البتنجان خلاص هو استوى معايا. هناخد الصينية وندخلها الفرن لمدة ربع ساعة. ودي كانت كمية الزيت اللي اتبقت معايا من النص كوباية، تقريبا معلقتين زيت. وهنا بقى بعد ما المسقعة خلصت معايا، أنا بعد الربع ساعة شغلت لها الشواية يدوبك بس تاخد لون زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله مستوية معايا خالص. بتتقطع بكل سهولة زي ما انتي شايفة. هي ما شاء الله كانت تسويتها حلوة جدا. أتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة، ولو أول مرة تشوفوا القناة أتمنى ان انتوا تشتركوا معايا وتنوروني في القناة، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. وأشوفكم على خير يا رب إن شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.